حبيت اقول لكم النهارده ازاي نعمل البسله على الطريقه المصريه. كيلو بسله هنفصصه طبعا. كلنا عارفين نفصص البسله طبعا. طريقه التفصيص كده اسهل من كده مفيش. بعد كده بصله واحده، احمر ابيض اي حاجه، ونص كيلو طماطم. مفيش توم نهائي، مفيش توم نهائي. هنصلصل الطماطم في الخلاط ونشوف الباقي. بسم الله. طبعا ايه، هنبشر البصله على الناحيه الخشنه. اسهل حاجه طريقه الاكل المصري سهل جدا. تمام. بعد كده نص معلقه سمنه، يعني شوفوا المعلقه مش مليانه عشان ما يبقاش دسم ويتعب. نص معلقه سمنه او معلقه كبيره زيت، معلقه كبيره زيت بس هيطلع ريحه بس. وبعدين هنحط عليه الطماطم يطلع ريحه. انا عايزه ريحه بس مش هحمره. من طريقه طبخ اي طبخ مصري هنعمل الكوسه، البسله، الفاصوليا، كله بس هيختلف. في حاجات بتتحط فيها توم وفي حاجات ما بتحطش فيها ابدا توم. اللي بتحطش فيه التوم البطاطس، البسله، الكوسه، دول فيهم توم. طبخ المصري بتكلم عن الطبخ المصري. الفاصوليا لازم توم، السبانخ لازم توم، القلقاس لازم توم، واحنا مسبكين مثلا يعني هنقف يعني بقى وفاكرين الطبخ المصري ده حاجة هي حاجة كله تقريبا نفس المحشي. لو هعمل محشي نفس الطريقة بس طماطم بصلة هحمرها وحط طماطم، وبعدين الخلاط بقى نحط شبت وكزبرة وقرنفل ونقطعهم، وبعدين رز، وبعدين نسيب الوش. بس هي نفس الطريقة. طبعا هي بتختلف على حسب نوع السمنة والزيت. ممكن نحط لحمة، مثلا بحب اللحمة كيلو اللحمة بعد ما تتسلق ساعتين لوحديها احطها في نص ساعة مع المسلوق. أي طبق لازم اللحمة تتسلق لوحديها لأن بتاخد وقت طويل. نتقطع منها باللحمة الضاني، مجرد ما اطلع عليها هروح حاطه الايه الطماطم، نص كيلو طماطم. الاكل مش لازم يبقى دسم ويتخن بقى ويعمل حاجات صعبه. هي مفيش اكتر من اللي حطيته. طبعا لما نيجي نشتري اللحمه بنشتريها يعني بنحاول نشتريها مش دسمه علشان برضه دي دهون مش كويسه على او ممكن اسلقها وبعد كده برمي الزيت. اول حاجه ما يفتش. بعد كده الريحه طلعت حلوه. بسم الله. هنروح حاطين نص كيلو. مش هاكل حلوه كده واستعمل اما شوربه اما ميه، اما شوربه اما ميه. طبعا دي طازه فمش لازم الشوربه تغلي. دي طازه انا مطلعاها، دي البسله طازه فمش بالضروري دي تغلي. تمام اهو. هروح بسم الله ما شاء الله. هقطع معاها جزر، اقطع معاها في اخر نص ساعه هحط جزره كبيره قد ربع كيلو. هحط قد ربع كيلو جزر. بعد ما اشيله اقطعها مربع. ميه بقى
في اخر نص ساعه احط اللحمه بعد ما تتسلق نص ساعه، بعد ما تتسلق ساعتين انا اسفه. اللحمه سايباها في حله لوحديها تتسلق، اخر نص ساعه هحطها في بس. طبعا ما فيش توم نهائي نهائي نهائي، يبوظ الاكل نهائي. كل اكله وكل وصفه ليها الحاجه اللي تناسبها. اتركهم بقى لحد ما تستوي. وايه طبعا النار زي ما عاليه، اول ما تغلي على طول اول ما تغلي واحنا بنحط اللحمه نحط كبشتين شوربه لحمه. تمام، وكده عملنا بسله سهله وسريعه وخفيفه على المعده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل